السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أهلا بكم وسهلا في مراجعة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية. أهلا بكم وسهلا، نسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن ينفع بكم اللهم آمين. مع أوراق العمل الإسرائيلية مادة اللغة العربية الصف الثالث الابتدائي. أولا القراءة من نص لغة العربية. ما أجمل لغة العربية تزهو بحروف سحرية، تزهو بحروف من نور في شفتي مثل الأغنية، نبع العلم ونبع الأدب وتراث زاه كالذهب، يا لغة تسمو بالنسب، ما أجملك لغة العرب. لابد أن نركز في قراءة الأبيات جيدا ونتذكر الكلمات التي درسناها ومعانيها نجيب على الأسئلة. السؤال الأول: تزهو بحروف سحرية. ما معنى الكلمة التي تحتها خط في الجملة السابقة؟ كلمة تزهو: تزهو، تنظر، تملأ، تتجمل، تحتفل. طبعا تزهو يعني تتجمل، لأنها تفتخر بنفسها أنها لغة جميلة ورائعة. تتجمل. السؤال الثاني: صل كل جملة بما يناسبها فيما يأتي. اللغة العربية تسمو ب، رائع، تسمو بالنسب، أي أن الإنسان الذي يتصل بها كأنه من قبيلة أو من عائلة يفتخر بها، فهو يفتخر بأنه عربي يتكلم العربية، كما يفتخر بأنه مسلم ينتمي إلى هذا الدين العظيم. حروف اللغة العربية مثل، نعم رائع، مثل الأغنية، حروف جميلة. من مؤلف قصيدة لغة العربية؟ مؤلفها دكتور لقمان شطناوي. ماذا تعلمت من القصيدة؟ تعلمنا منها ماذا؟ تعلمنا أشياء كثيرة، نستطيع أن نقول جمال اللغة العربية والفخر بها. ما الدروس المستفادة من القصيدة أيضا؟ نقول جمال اللغة العربية، الفخر بها. ماذا تعلمت؟ ما الدرس المستفاد؟ ما العبرة؟ كل هذا إجابته جمال اللغة العربية والفخر بها. النص الثاني: اقرأ نص التاجر الطماع ثم أجب عن الأسئلة. كان هناك قرية يعيش أهلها في سلام ومحبة، وكان من أهل القرية تاجر عرف بطمعه، وفي أحد الأيام جاءه مزارع كان يريد بئر ماء ليسقي أرضه، فطلب من التاجر شراء البئر مقابل المال، فوافق التاجر وتمت البيعة. وعندما جاء المزارع ليروي أرضه من البئر أوقفه التاجر بعد أن باع له البئر، أوقفه وقال: لقد بعتك البئر دون الماء الذي بداخلها، إذا أردت أن تروي منها أرضك فعليك دفع الثمن. كيف ذلك؟ هل يمكن بيع البئر بدون الماء؟ وما فائدة البئر؟ غير صحيح. نسمع القصة إلى النهاية ونعرف. غضب المزارع واتجه إلى أمير المدينة، إلى الحاكم أو الأمير، يشتكي إليه التاجر. فكر الأمير واستدعاهما وقال للتاجر: إن كنت بعت البئر للمزارع بدون مائها فعليك إخراج الماء منها. حيلة ذكية. قال: إذن خذ ماءك من البئر، بما أنك بعت البئر فلا يحق لك أن تترك الماء في هذا المكان. لأنه لا يحق لك الاحتفاظ بمائك فيها، أو عليك دفع إيجارها للمزارع مقابل احتفاظك بمائك في بئره. ادفع إيجار. عرف التاجر أن خطته فاشلة فخرج مهزوما، وفاز المزارع الطيب في النهاية. قرية يعيش أهلها في سلام. المعنى المناسب لكلمة سلام، سلام يعني إيه؟ هل أمان ولا خوف ولا فقر ولا استبداد وظلم؟ رائع، سلام يعني أمان. نسأل الله أن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان.
السؤال الخامس: لماذا منع التاجر المزارع من ري أرضه من البئر؟ حسب حجته، حسب ما قال يعني. لأنه لم يدفع الثمن كاملا. لقد دفع الثمن كاملا. لأنه اشترى البئر دون مائها. لأن التاجر لم يرضى بالسعر. لأن التاجر لم يوافق على بيع البئر. لأنه اشترى البئر دون مائها حسب كلامه. هذا كلام غير صحيح، ولكن حسب كلام التاجر. من خلال القصة حدد شخصيتين من شخصيات القصة. الشخصية الأولى التاجر، والشخصية الثانية المزارع. لو أردنا أن نزيد نقول الأمير. كلمة تدل على المكان، أي كلمة تدل على المكان: القرية، البلدة، المدينة. من أهم صفات المزارع هذا قلنا أنه كان مزارع طيب. نعم، كان رجلا طيبا. طيب. تذهب إلى المدرسة. ما أداة الاستفهام المناسبة لملء الفراغ؟ هل أقول ماذا أم أين؟ المدرسة مكان، لا كيف أين؟ رائع. كم؟ هل هناك عدد حتى أسأل بكم؟ إذن الصحيح أين. متى تذهب إلى المدرسة؟ في أي وقت؟ متى؟ يزور جده غدا. ما أداة النفي المناسبة؟ قلنا يا شباب أن كلمة غدا مقرونة بلن. إذا وجدت غدا تبحث عن لن. لن يزور جده غدا. راشد حمد لن. غدا إذن لن. لو أمس لم. أكمل الفراغ بفعل أمر مناسب في الجملة التالية: واجباتكم يا أولاد. رائع. أولاد جمع، واجباتكم. اكتبوا أو أدوا أو انسخوا. لابد من واو الجماعة، وهنا نركز على الألف الفارقة التي بعد الواو. لو كتبت اكتبوا بدون الألف الفارقة الموجودة بعد الواو تكون الإجابة خاطئة. الكتابة. والكتابة من المواضيع الهامة جدا، عليه درجة كبيرة، وهو سهل ويسير على من يسره الله عليه. من يدرس ويتعلم يجد السؤال هذا من أسهل الأسئلة. في حدود 5 أسطر اكتب رسالة إلى والدك تخبره بأنك قد حصلت على الدرجات العالية في اختبار نهاية الفصل، في منتصف الفصل، في اختبار مسابقة القرآن الكريم، في أي شيء. المهم تتعلم من الرأس السؤال وتبدأ تكتب. تخبره يبقى إلى والدك، يبقى هتقول والدي العزيز لأنك أنت تكتب إلى والدك. يبقى أول حاجة هتكتب فوق والدي العزيز. تخبره يبقى تقول أكتب إليك هذه الرسالة لأخبرك. بدل تخبره هتقول أخبرك بأنك، يبقى بأني قد حصلت على الدرجات العالية في اختبار منتصف الفصل، أو في اختبار القرآن الكريم، أو في اختبار مسابقة الحديث. أي اختبار حسب ما يأتيك في الاختبار. وقد كرمتني المدرسة وأعطتني جائزة. وفي النهاية توقع اسمك، تقول ابنك فلان. والدي العزيز، السلام عليكم، أحب أن أخبرك بأني حصلت على الدرجة العالية في اختبار كذا، وابنك مثلا حمد راشد. تكتب اسمك أو أي اسم، ما عندك مشكلة. نأتي إلى النموذج الثاني. أولا القراءة أيضا من اللغة العربية. لابد أن نقرأ الأبيات جيدا قبل أن ننزل إلى الأسئلة. ما أجمل لغة العربية، تزهو بحروف سحرية، تزهو بحروف من نور في شفتي مثل الأغنية. نبع العلم ونبع الأدب وتراث زاه كالذهب. يا لغة تسمو بالنسب، ما أجملك لغة العرب ولغة المسلمين ولغتنا جميعا، واللغة التي نزل بها القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكلنا يجب أن نفتخر بهذه اللغة، أنها لغتنا الجميلة، وأن نتعلمها جيدا. نبع. النبع هو العين التي ينبع منها الماء، أي يخرج منها الماء. نبع الأدب أي مصدر الأدب. إذن النبع هو المصدر.
ما المعنى العام للأبيات السابقة؟ المعنى العام للأبيات السابقة: جمال اللغة العربية والفخر بها. الأبيات دي ما الدرس المستفاد؟ ما المعنى العام؟ جمال اللغة العربية والفخر بها. وصف الشاعر اللغة العربية بأنها إيه الأوصاف؟ نبع العلم، نبع الأدب، التراث، الذهب، تسمو بالنسب. كل هذه أوصاف للغة العربية تأتي بوصف أو وصفين منها. نبع العلم ونبع الأدب ومثل الذهب، كلها أوصاف للغة العربية. طلبت أم راشد من ابنها أن يشتري لهم خبزا، فذهب راشد إلى المخبز فرأى الخباز الطيب. برضو نركز، صفة الخباز هنا إيش؟ طيب. يخبز بمهارة وإتقان ويوزع الخبز على الناس رغم إساءة البعض له. البعض يسيء له ولكنه يوزع عليهم على من يحتاج منهم، ومن ليس عنده أموال منهم لا يقابل الإساءة بإساءة وإنما يقابلها بالإحسان. عاد راشد إلى والده حاكيا عن صعوبة عمل الخباز. قال الوالد: إنه يعمل بلا كلل لإطعامنا، فيجب أن نحترمه ولا نرمي الخبز الزائد عن الأكل، وأن نساعد المحتاجين. هذه نعمة يجب أن تحفظ. يشتري لهم خبزا، مضاد يشتري، رائع، نعم، مضاد يشتري يبيع. الدرس المستفاد من النص: نسعى للخير ونساعد الناس. نسعى دائما للخير ونساعد الناس، نساعد المحتاجين ولا نعاملهم بإساءتهم. إن أساءوا لا دخل لنا، وإنما نعاملهم بطبعنا نحن. من أهم صفات الخباز أنه كان رجل طيب. ماذا طلبت أم راشد من ابنها؟ أن يشتري لهم خبزا. تذهب إلى النادي. أين؟ لا يصح، ما هو النادي معروف المكان، كيف أسأل عن مكان وهو عنده؟ ماذا؟ لا تصح. متى؟ نعم، متى تذهب إلى النادي؟ بعد العصر، بعد المغرب، الساعة 4، الساعة 5. إذن المناسب هنا متى. يتأخر علي عن المباراة غدا. غدا لا ولا لم ولا لن؟ غدا، إذن لن، لأن لن تختص بنفي المستقبل، ولم الماضي. أكمل الفراغ بفعل أمر مناسب في الجملة التالية: كلام والديكم يا أولاد. اسمعوا. في حدود 5 أسطر اكتب رسالة إلى صديقك، إلى صديقك، إلى أخيك، إلى عمك، إلى والدك، إلى أي أحد، تخبره أنك حصلت على جائزة نجم الصف وتستعد للاختبارات. صديقي فلان، والدي العزيز، أخي الغالي، أيا كان المطلوب. التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أن أخبرك بأني حصلت على جائزة نجم الصف، أفضل طالب، أني قد تفوقت في الاختبار حسب الموضوع الموجود عندك في السؤال. أخوك فلان، وتكتب اسمك في النهاية. هكذا يا شباب انتهت المراجعة. أسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن ينفع بكم وأن يرزقكم بر آبائكم وأمهاتكم. اللهم آمين، اللهم آمين. أن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه وأن ينفعكم وأن ينفع بكم. اللهم آمين. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، أن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود. اللهم آمين، اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا.